وهذا السيد هذا اللي كنهضر عليه دابا راه حاليا في الحبس بتهمه اختلاس اموال عموميه، حيت كان رئيس الجماعه ديال الفقيه بن صالح، هو اللي كان دار ولدو العرس بجوج المليار في 2019، ونط عليه السعره على هذا العرس هذا، ومشاو بحثوا معاه من اين لك هذا مش بهذه العلاقه، ولقاو غير كيختلس في الاموال العموميه، ودابا حاليا راه مازال في الحبس. وهذا اللي تيقول لك انا خسرت 16 مليار هذا غير شريكو. علاش دابا الناس كيشركوا مع البرلمانيين ومع الناس المعروفين باش كيبغيو يتحماو فيهم؟ جيتو نتوما بغيتو ديروا قصر الضيافه ياك، وخديتوا رخصه ديال اسطبل الخيول، زعما غنبنيو كوري ديال العودان، وانتوما باغيين تبنيو قصر تبقاو تكريو الحفلات والاعراس وشوف شنو باغيين ديروا فيه نتوما، وبغيتوا تحايلوا على القانون. دابا في 2022 سحبوا له الرخصه، يعني سحبنا لك الرخصه حبس الشريف ما تزيدش تبني. نتوما قلتوا غنزيدوا نبنيو على ما تبرد القضيه وننسيوهم. جا السيد عبد الوهاب الافتتاح عاد وزير الداخليه خطب، راك سمعتوه؟ قال لك اللي دا شي لعبه يردها بالخاطر، ما يرداش بالخاطر نخرجوا معاه الخزيت. وشارك هو وبرلماني سابق حاليا مازال في الحبس، شريكو راه في الحبس. البرلماني شريكو دابا راه في الحبس، اللي كان رئيس الجماعه سابق شي 40 عام هو رئيس الجماعه. عصر الميزانيه ديال الميزانيه العموميه كلها عصرها في جيبو، وراه دابا في الحبس كيتعاقب. هي وزاره الداخليه اللي فقت من القلبه، اللي عنده شي فلطه دابا يزيد لقدام. ها وجدوا راسكم من المعركه يا ولدي.